أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. النهاردة إن شاء الله الخبر اللي قدامي: مصر مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق. في متحدث في وزارة الخارجية المصرية قال إن في توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل بعدما أكدت مصر رفضها القاطع لعملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب قطاع غزة. مصر رفض تماما، رفضا قاطعا لأي عملية عسكرية ضد رفح. ده الشيء المنطقي والمعقول. تعالوا معايا. وأضاف أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق اللي بتستخدمها عند الضرورة. احنا عندنا أوراق وعندنا مستنداتنا وعندنا كل حاجة، بس بنستخدمها وقت الضرورة، واحنا مستعدين لأي سيناريو. ده حسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي، ده المصدر. وتابع كمان وقال كمان: يا جماعة إن احنا لسنا بصدد دخول في أي حرب كلامية مع أي مسؤول إسرائيلي. احنا مش فاضيين للكلام ده، احنا بنركز دلوقتي على الوصول إن احنا نوقف إطلاق النار. احنا مش فاضيين للمهاترات والكلام الفاضي مع أي مسؤول إسرائيلي، مش فاضيين للكلام ده يا جماعة. احنا كل هدفنا دلوقتي ان احنا نوصل اوقف اطلاق النار. وايضا انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التصريحات اللي اتنسبت لوزير المالية الاسرائيلي. قال ايه؟ اتهم فيها مصر بان هي تتحمل المسؤولية الكبيرة عما حدث في يوم 7 أكتوبر الماضي. وقال ايه بقى؟ قال الكلام ده هراء، كلام فاضي. المتحدث باسم الدولة الإسرائيلية هو المسؤول عن كلامه، لكن تحملنا موضوع 7 أكتوبر ده هراء، اتوصف بهراء، تهريج. وقال كمان ان الحكومة الإسرائيلية فيها بعض العناصر المتطرفة، ساعات بتصدر تصريحات غير مسؤولة عنها. الكلام ده يا جماعة مش تصريحات، الكلام ده تحريض. الكلام ده بيعتبر تحريض، لأن الكلام ده بيوجع. وبعدين ده ما بيقولش على فرد، ده بيقول على دولة. فبالتالي إن كل واحد بيبقى مسؤول عن تصريحه. لكن احنا بالنسبة لنا كل الكلام اللي اتقال ده هراء، تهريج. بالنسبة للهجوم على رفح، قدامي دلوقتي ان حركة حماس قالت ان الهجوم على رفح بجنوب قطاع غزة اودى بحياة 100 شهيد. 100 شهيد. وطبعا ده بيأتي ضمن محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني. يعني الضرب ده هدفه موضوع التهجير الفلسطيني، عايزين يمشوهم بأي طريقة. طبعا هنا في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إيه؟ قالت عن مسؤولين مصريين، قالوا إن القاهرة أو مصر حذرت إسرائيل من أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لاتفاقية السلام. ده بالنسبة لوول ستريت أو ستريت جورنال. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إيه؟ قال ردا على الكلام ده يا جماعة وبهذا الشأن إن إحنا بنحافظ على التزامنا. إحنا مش من الدول اللي لا تفي بالتزامها، لكن مصر بتفي بالتزامها لآخر لحظة. احنا كمصريين بنحافظ على وعودنا.